السلام عليكم. ما تيجي نعمل النهارده العيش الفينو الاقتصادي بحبه ميه وحبه دقيق، هتطلعي عيش تحفه. شايفه النتيجه؟ هش وخفيف وطري وعسل، من غير بيض ومن غير زبده ومن غير لبن، حاجه في منتهى الجمال. وعملت كمان الكايزر، عايزه اقول لكم هش وطري وتحفه كده. وهنشوف التسويه واللون الجميل اللي انت شايفاه ده. شايفه شكل العيش عامل ازاي؟ يلا نشوف المقادير مع بعض. اول حاجه جبت كده حاجه احط فيها السكر، 4 معالق سكر ومعلقه كبيره خميره فوريه وكوبايه ميه دافيه، وهسيب الخميره لحد ما تخمر ويتضاعف حجمها. معايا كيلو دقيق نزلت عليه برشه ملح ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، وهبدا كمان الم في العجينه. وما تنسيش معلقه الخل، بتحسن العجين وبتخلي معاكي بيبقى محسن حلو جدا جدا. نزلي كمان ب4 معالق كبار من الزيت، وهبدا اعجن بقى العجينه بتاعتي لحد ما تبقى معايا زي مطاطه كده وزي اللبانه. نزلت كمان بمعلقه كبيره من السمنه، هلم العجينه بيها وهسيب العجينه بتاعتي بقى ترتفع كده لحد ما هنجيب الصاج بتاعنا وندهنه دهنه زيت خفيفه. ونبدا كمان نقطع العجين بتاعنا او العيش بتاعنا. قطعيه زي الليمونه الكبيره، على قد الليمونه الكبيره كده او قد الليمونه الكبيره قطعي العيش بتاعك. شايفه الجمال؟ هنجيب الصينيه بقى اللي احنا هنحط فيها او نخبز فيها ودهنها دهنه سمنه، وهنبدا نحط ارغفه الكايزر عشان احنا مش هنيجي يمتها خالص ولا نعمل فيها اي حاجه، هتختمر بنفس الشكل. هاتي بقى العيش الفينو وابدأي روليه زي ما انت شايفه، ببططه زي المستطيل كده وابدا ارله واقفل عليه حلو قوي من تحت زي ما انت شايفه. والقفله اللي انا هحطها في قلب الصينيه تكون من تحت، حطي القفله اللي انت قفلتيها من تحت كده. شايفه الجمال؟ ايه رايك؟ هسيبه بقى لما يخمر ويتضاعف حجمه. هكون جبت صفار بيضه وحوالي 3 4 معالق حليب. هنبدأ ندهن الوش بتاعنا بتاع الفينو وبتاع الكايزر. هات شوية سمسم بقى كده وحط على الكايزر، لو حابة تحط على الفينو كمان حط. طلع معايا وبقى زي العسل. معلقة سمنة كده ودهن الوش كله، واول ما يطلع من الفرن وهو سخن غطيه، وهو سخن جدا هيطرى معاك ويبقى في منتهى الجمال. ايه رأيك؟ عيش فينو اقتصادي من غير زبدة ولا لبن ولا اي حاجة، تحفة.